رابعة العدوية، أيقونة العشق الإلهي. في خضم ضجيج الحياة المتسارع وبين زحام الأفكار وضغوط اليوم، ندعوك عزيزي المستمع إلى دقائق من الهدوء والسكينة. فدع الهموم جانبا وانسى مشاغلك قليلا، ودع آذانك تتلقى ما يروي الروح ويغذي الفكر ويريح النفس ويزيل الضغوط. أهلا بك في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، نبحر اليوم في رحلة عبر الزمن إلى عصر ولى، لنلتقي روحا عظيمة حفر اسمها في سجلات التاريخ نورا يضيء دروب السالكين. إنها رابعة العدوية، أيقونة العشق الإلهي. حين يذكر اسم رابعة العدوية قد يتبادر إلى الأذهان فورا صورة العابدة الزاهدة التي قضت عمرها في محراب العشق الإلهي. لكن هل توقفت يوما لتسأل عن بدايات هذه الروح العظيمة؟ عن الظروف القاسية التي صقلتها وجعلتها نجما ساطعا في سماء التصوف الإسلامي؟ ولدت رابعة عزيزي المستمع في البصرة في القرن الثاني الهجري لعائلة فقيرة جدا. بلغ الفقر بها مبلغا لم يجد معه والدها زيتا ليضيء قنديل ولادتها، وقيل إنها كانت الرابعة في ترتيب أخواتها، فسماها أبوها رابعة، ولقبت بالعدوية نسبة إلى قبيلتها. لكن هذه البداية المتواضعة كانت تمهيدا لمسيرة غير عادية، لمسيرة تثبت أن الإيمان الصادق لا يعرف قيودا ولا حدودا. لم تكن طفولة رابعة مليئة بالترف أو الرفاهية، بل كانت غارقة في شظف العيش وقسوة الحياة، فقد ترعرعت في كنف عائلة تعيش على الكفاف وتواجه تحديات الفقر المدقع يوميا. هذا الجانب من حياتها المبكرة غالبا ما يتم إغفاله عند الحديث عنها، لكنه يلقي ضوءا ساطعا على القوة الكامنة في روحها التي صمدت أمام كل الصعاب. عزيزي المستمع، لم تكن حياة رابعة سهلة أبدا بعد وفاة والديها، فقد أصاب البصرة قحط شديد، فتفرق إخوتها وباعتها امرأة ظالمة لتصبح جارية. تصور معي يا عزيزي تلك الروح الشابة التي ألقيت في غياهب العبودية، تعمل ليل نهار وتخدم سيدا قاسيا. إنها قصة قد تنهي آمال الكثيرين، لكنها في حالة رابعة كانت نقطة تحول مضيئة. ففي وسط هذا القهر والظلم لم تنكسر روح رابعة، بل ازدادت قوة وتألقا. كانت ترنو إلى السماء بعينين دامعتين وقلب خاشع، تجد في العبادة ملاذا لها من قسوة الواقع. قيل عزيزي المستمع إن رابعة كانت تقوم الليل للعبادة حتى وهي في أشد حالات التعب والإرهاق. وفي إحدى الليالي رأى سيدها نورا ساطعا يخرج منها وهي تصلي، كأنما تتوهج روحها عشقا للخالق سبحانه وتعالى. لقد كانت تلك اللحظة إشارة إلهية أيقظت ضميره، فأدرك عظيم شأنها فأعتقها فورا. هذا التحول الدرامي يعكس قوة الإيمان الحقيقي وقدرته على تغيير الواقع، ليس فقط لمن يحمل هذا الإيمان، بل حتى لمن هم حوله. من هنا عزيزي المستمع بدأت رحلة رابعة الحقيقية في الزهد والعشق الإلهي. لم تبحث عن متاع الدنيا الفاني، بل انقطعت عن كل ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى.
يقول عنها بعض العارفين: كانت رابعة بحرا من التقوى، ما دخل أحد إليها إلا خرج بقلب منير. هذا الجانب من حياتها لم يكن مجرد ترك للدنيا وشهواتها، بل كان اختيارا واعيا لحياة يكون فيها قلبها عامرا بالله وروحها متصلة بالسماء، تسعى إلى مرضاة الخالق بكل جوارحها. ولم تكن رابعة عزيزي المستمع مجرد عابدة صامتة، بل كانت شاعرة ملهمة تعبر عن عمق تجربتها الروحية بأبيات خالدة لا تزال تتردد أصداؤها حتى يومنا هذا. ففي حبها لله تقول بكلمات تلامس شغاف القلب وتحرك الوجدان: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ترى كيف لهذه الكلمات العميقة عزيزي المستمع أن تخرج من روح مرت بكل تلك المصاعب والمحن. إنها تخبرنا أن الألم قد يكون بوابة لفهم أعمق للحياة وللعلاقة مع الخالق، وأن العشق الحقيقي لا يولد إلا من رحم التجربة الصادقة. وهذا عزيزي المستمع ما يميز رابعة العدوية عن كثير من الزاهدين، فهي لم تعشق الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته، بل كان حبها عشقا خالصا لذاته سبحانه وتعالى، وهذا ما يعرف بالعشق الصوفي. عزيزي المستمع، لم تكن رابعة منغلقة على نفسها في محراب العبادة، بل كانت منارة يهتدي بها السالكون. كانت مجالسها عامرة بطلاب العلم والعارفين، تلقي عليهم من فيض حكمتها وروحانيتها. لكن عزيزي المستمع، كان هناك جانب منها لا يعرفه الكثيرون، ألا وهو أنها كانت تتمتع بروح الدعابة وذكاء الفطرة وبديهة حاضرة فريدة. كانت لا تتردد في الرد على المتكبرين أو المنافقين بكلمات قوية تصيب الهدف وتبين الحقيقة. قيل عزيزي المستمع إن أحد الفقهاء زارها يوما وسألها: متى يرضى العبد عن ربه؟ فأجابته على الفور: إذا كان سروره في البلاء كسروره في العطاء. كلمات قليلة لكنها تحمل في طياتها فلسفة الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وهو أعلى مراتب الإيمان. هذه الحكمة العملية التي كانت تعبر عنها في حياتها اليومية تظهر أنها لم تكن مجرد زاهدة على المستوى النظري، بل كانت تعيش ما تدعو إليه بكل جوارحها. من الجوانب الخفية أيضا في حياة رابعة عزيزي المستمع رفضها للزواج رغم كثرة من تقدموا لخطبتها من كبار رجال عصرها وزاهديه. لم يكن رفضها بسبب عيب فيها، بل كان لتفرغها الكامل للعبادة ومناجاة ربها. كانت تقول: إنني مشغولة عنكم بحب الله، أو كما روي عنها أنها قالت: إن عقدي قد حل من قبلي في أسر الله، ولا يمكن أن أسجن في أسر أحد غيره. هذه الفكرة عزيزي المستمع رغم أنها قد تبدو غريبة في زماننا تظهر عمق التزامها وتفانيها المطلق في سبيل هدفها الأسمى. قيل إن الحسن البصري وهو أحد كبار التابعين وأحد زهاد عصرها سألها يوما: ماذا تقولين في من يريد أن يتزوج؟ فأجابته:
يا حسن، إن كان يريد الجنة فليتزوج، وإن كان يريد الله فليترك كل شيء لله. هذه الكلمات عزيزي المستمع لا تعني التقليل من شأن الزواج، بل تبرز قيمة التفرغ الكامل لمن يرى أن طريقه إلى الله يستدعي هذا الانقطاع المطلق. إنها رؤية فلسفية عميقة لحياة تضع الحب الإلهي فوق كل اعتبار. ومن القصص التي تظهر جانبا آخر من زهدها وعمق إيمانها ما روي من أنها كانت تمشي في الصحراء، فلما اشتد بها العطش سألت الله أن يسقيها، فإذا بها تجد نبعا عذبا تحت قدميها، لكنها لم تشرب منه، وقالت: لو علمت أن هذا لأشرب منه ما دعوت الله إلا لغيره. هذه القصة عزيزي المستمع ليست خرافة، بل هي رمز لفهمها العميق لمعنى التوكل في العلاقة مع الخالق، وأن الدعاء ليس فقط لقضاء الحاجات الدنيوية، بل هو وسيلة لزيادة القرب والاتصال الروحي. عاشت رابعة العدوية عمرا مديدا قضته في عبادة خالصة وزهد لم يعرف له مثيل. لقد أصبحت قدوة للعديد من المتصوفين والزهاد من بعدها، ليس فقط في عبادتها بل في فلسفة حبها لله التي تجاوزت الخوف والطمع. لكن حياتها عزيزي المستمع لم تخل من الاختبارات حتى في أواخر أيامها، فقد أصابها المرض والوهن، ومع ذلك ظلت راضية بقضاء الله وقدره، لا تشتكي ولا تتذمر. قيل إنها في مرض موتها سئلت: ألا تشعرين بالألم؟ فقالت: كيف أشعر بالألم وقلبي مع من أحب؟ هذه الكلمات عزيزي المستمع تختصر كل فلسفة رابعة العدوية في الحياة. إنها فلسفة حب مطلق يذيب كل الآلام، ويرى العافية والابتلاء وجهين لعملة واحدة، ألا وهي الرضا والتسليم. إنها تعلمنا أن السعادة الحقيقية لا تكمن في وفرة الماديات أو غياب المصاعب، بل في سلامة القلب والاتصال العميق بالخالق سبحانه وتعالى. عزيزي المستمع، إن الحديث عن شخصية رابعة العدوية وجوانبها الخفية وتحدياتها الكبرى هو حديث يطول ولا ينتهي. لقد استطاعت رابعة أن تحول كل صعوبة واجهتها إلى وقود يعينها على التقرب إلى الله، وكل تجربة مرت بها إلى مادة ثرية لتأملاتها الفلسفية والإنسانية. لقد تركت لنا إرثا لا يقدر بثمن، ليس فقط في أقوالها وحكمها، بل في سيرتها الذاتية بوصفها نموذجا للتسامي الإنساني والكمال الروحي. عزيزي المستمع، هكذا نصل إلى ختام رحلتنا في استكشاف بعض الجوانب الخفية في حياة أيقونة العشق الإلهي رابعة العدوية. نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء ولو قليلا على عظمة الروح الإنسانية التي قاومت وانتصرت من خلال الصبر والإيمان العميق. نعدك دائما بأن نواصل البحث والتنقيب عن كل ما هو أصيل وعميق وملهم، فكن قريبا منا، فأنت على موعد دائما معنا في نسمة صوت.